في مقولة بتقول السلف تلف، ولو استلفت فلوس مرة هتستلف 1000 مرة. واحد مثلا مرتبه 5000 جنيه في الشهر وتمام عايش بيهم ومظبط حياته بالعافية عليهم، ما ينفعش بقى يجي في أي شهر والفلوس تخلص معاه بدري فيروح يستلف 500 جنيه مثلا. ليه؟ علشان هو الشهر اللي بعده هيضطر لما يقبض ياخد 500 جنيه ويرجعهم. كده هو مرتبه قل، كده مرتبه بقى 4500 جنيه بس، مع ان هو اصلا عايش بالعافيه على 5000 جنيه. فطبعا ال 4500 جنيه دول هيخلصوا بسرعه، هيخلصوا على نص الشهر او في 3 اسابيع، فهيضطر يروح يستلف تاني. شكرا، هو كده دخل الدوامه، كل شهر هيفضل يستلف من هنا ويسدد هنا. فلو سمحت تحت اي ظرف حاول تيجي على نفسك ولا انك تستلف فلوس، وخليك شايل فلوس على جنب عشان لو حصلت اي حاجه مفاجاه خلال الشهر تروح تاخد من الفلوس دي، مش تكلم الناس وتقول ممكن بقى استلف منكم وتروح تجرب واحد والتاني والتالت، حتى هيبقى شكلك مش احسن حاجه حوالين الناس اللي انت عارفها. الفيديو ده في سلسله جديده عن حاجات لو عملتها عمرك ما هتبقى غني، علشان ما تعملهاش. انا حسين النسر وهساعدك تكون ماني مانجر.